وزير جزائري يهدد الشركة السعودية بالطرد بسبب اعتمادها في ملصقاتها على خريطة إفريقيا تظهر خريطة المغرب كاملة. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. شرف كثير باش نكون في الوقفة هذه في مصنع شركة تابوك. ثم مشكورين على المجهودات اللي قايمين بهم. أول ملاحظة صحوا لي الخريطة لازم تتصلح بسرعة. راكم في الجزائر وموقف الجزائر انتم تعرفوه مقابل ما بين المغرب والصحراء، طبعا الصحراء الغربية rapidement. Il ne faut plus présenter ce type de cas. Allez voir. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية. هدد وزير جزائري يوم أمس الثلاثاء الشركات السعودية بالطرد من الجزائر بسبب اعتمادها في ملصقاتها على خريطة إفريقيا تظهر خريطة المغرب كاملة. وأقدم وزير الصناعة الصيدلانية علي عون أمس في لقاء جمعه مع مسؤولي شركة تابوك السعودية الرائدة في صناعة الأدوية على طرد الشركة بسبب اعتمادها في ملصقاتها على خريطة تظهر خريطة المغرب كاملة، مطالبا مسؤولي الشركة بتغيير الخريطة أو عدم التعامل معهم. وأوضح الوزير الجزائري مخاطبا بلغة تهديدية مسؤولي شركة تابوك السعودية: يجب أن تصححوا الخريطة بسرعة. أنتم هنا في الجزائر وموقف الجزائر تعرفونه بشأن قضية الصحراء. وفي إهانة للشركة طالب الوزير الجزائري بمراجعة قدرتها ونوعية استثمارها في الجزائر، مؤكدا رفضه مشروع استثمار الشركة المتخصصة في صناعة الأدوية. وبعد تلقي هذه الإهانة والاحتقار الشركات السعودية، طالب نشطاء سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي من السلطات والشركات السعودية عدم الاستثمار في هذا البلد المتخلف عن باقي الدول، واصفين تصرف الوزير الجزائري بالغباء.